السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في شوال الزهراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب واحد الكيك سهل واقتصادي وفي المتناول، كيجي طالع وكما كتشوفوا وخفيف. نحضروه للكوتي اولا الفطور ديال الصباح. كيجي على هذا الشكل تبارك الله. كلشي كيعرف يصاوب الكيك، انا غير بغيت نشارك معكم. عندنا في المقادير 4 البيضات، كاس ونص ديال سنيده، كاس ديال الزيت، واحد جيطوس ديال الليمون اولا ديال الحامض، نكهه ديال الحامض ديال الايديال، 2 خمارات، 2 اكياس ديال الكاكاو، الدقيق كيبقى حسب الخليط. اول حاجه غادي نبداو بها، بسم الله على بركه الله. كناخذوا شويه الملحه كنديروها في الخلاط، كنضيف عليها 4 البيضات، كاس ونص ديال السنيده. يمكن لكم تنقصوا ولا ما بغيتوهاش تجي حلوه بزاف ديروا غير كاس ديال السنيده. كنضرب كلشي في الخلاط الكهربائي اولا يمكن لكم ديروا الباطور. كنضيف كاس ديال الزيت، كنبقى نضيف فيه غير شويه بشويه. من بعد كناخذ هاد العصير ديال الجيتوس كنضيفو حتى هويا وكنخلط الكل. كناخذ واحد الاناء وكنوضع فيه الخليط. تبارك الله كلشي كيعرف يصايب الكيك، انا غير بغيت نشاركها معكم وصافي. شحال هذه ما حطيت حتى شي حاجه وغبرت عليكم البنات بزاف. صافي كنضيف هاد النكهه ديال الحامض. يمكن لكم تنكهوا باي مذاق نتوما تيعجبكم. انا درت هذا ديال الحامض، كان عندي متوفر عندي في البيت. صافي كنبقى نضيف الدقيق، كلشي كيعرف يصاوب الكيك كما قلت لكم. صافي ضروري ما نغربلو الدقيق باش كتجي الكيكه مهويه وخفيفه. كنخلط مزيان كما كتشوفوا. كنبقى نضيف دقيق بشويه بشويه حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت. انا هاد الخليط غادي نقسمه على 2، غادي ندير نصف ابيض والنصف نضيف عليه الكاكاو. غادي نضيف 2 الخمارات، وغنضيف معلقه ديال الخل تيعطيها تيخليها تجي هشيشه وكيطلع لينا الكيك. صافي كنخلط الكل جيدا. غادي نقسمو على 2 كما كتشوفوا، وغادي نضيف عليه، غادي نضيف واحد 2 معالق تقريبا ديال الدقيق باش نحصل على الخليط يكون شويه، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف، لان الا كان خفيف بزاف تتهبط لينا الكيك وكتضيع. يكون شويه ثقيل واحد شويه. حيت انا خليته خفيف عاد نقصته باش غادي نضيف الكاكاو. هنا غادي نضيف الكاكاو حتى هو نغربلو لانه كيكونوا فيه حبيبات باش ما يبقاش مكور لينا. غادي نبقى نضيف الكاكاو حتى نحصل على اللون اللي بغيت.
كما كتعرفوا هذا الكاكاو ديال الساشي ما تيكونش اللون ديالو غامق بزاف، مازال ديال العبار تيكون اللون ديالو غامق، ولكن هذا المذاق ديالو لذيذ وزوين، ما فيهش المذاق ديالو زوين ديال الكاكاو فري، ماشي داك الكاكاو اللي تيكون ديال العبار ما تيكون زوين صراحه الله. صافي هذا هو اللون اللي بغيت انايا. كناخذ واحد الاناء كندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق. انا خديت هاد المول هذا، يمكن لكم ديروا اي مول نتوما عندكم متوفر عندكم في البيت. صافي كنصب الخليط كله، صافي وكنضيف عليه الخليط ديال الكاكاو. صافي وكناخذ واحد القتيب بحال هكا وكنبدا نحرك به غير باش يجيني داك الشكل زوين من الوسط. يجوني في دوك التموجات بحال هكا. صافي وكناخذ هنا عندي اللوز افيلي، كنضيفو من الفوق واحد الكميه لا باس بها. يمكن لكم تزينوا باي حاجه عندكم في البيت. لوز افيلي اولا كاوكاو افيلي اللي متوفر. صافي بحال هكا كندخلها الفران تيكون بارد، عاد كنشعل على درجه ديال 180، كنشعل فوق لتحت. هذا هو الكيك ديالنا بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل، كتجي طالعه وهشيشه، وحتى المذاق كيجي رائع ما نقولش لكم. زوينه وخفيفه وهشيشه، كتوجد بسرعه والمقادير متوفره في البيت. كنتمنى ان الكيك ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من الاشتراك ومن اللايك وتعليق زوين، وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.